السلام عليكم. عاملين إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين. زي ما اتفقنا هنطلع كل يوم نتكلم مع بعض شوية كده في خلال شهر رمضان المعظم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. ما ينفعش اللي حصل ده، ما ينفعش. حد يقول لي طب إيه هو اللي ما حصل؟ ما ينفعش الماتش بتاع الزمالك امبارح بنك الأهلي، ما ينفعش. نتيجة مش طبيعية، نتيجة قاسية جدا بالنسبة للفريق المفروض إن هو أحد قطبي الكرة المصرية، وكل الكلام الجميل اللي الناس بيتصدقوا بيه. ف 3-0 انتوا كده بتاكدوا المعلومه بتاعت ابو ثلاثه. يعني انا عارف الزمالكاويه زعلانه مني، بس اوفر قوي يعني اوفر. ايه وبعدين 3 جون جم في خلال 7 دقايق 10 دقايق، مش طبيعي على فكره خالص. في حاجه مش طبيعيه بتحصل في الزمالك، في حاجه مش طبيعيه بتحصل. لعيبه، في لعيبه يعني كتير. يعني عايزين تفهموني، انت لعيبه الزمالك، لعيبه البنك الاهلي ولعيبه اسوان ولعيبه غزل المحله، وكل اللعيبه اللي غلبتكم احسن منكم او اغلى منكم او احرف منكم؟ لا. فاذا الموضوع مش لعب قد ما هو، معلش، رجوله. يعني انتقاص في النخوه، انتقاص في الجديه في الملعب، انتقاص معلش في الرجوله نفسها. ما تلعب، ما اعرفش، انت بتلعب لكيان كبير زي الزمالك، مش فاهم في ايه. الزمالك وحش جدا، الزمالك يكاد يكون بينهار. ده مش حلو على فكره خالص، ويا ريت الاخوه الاهلاويه ما يشمتوش في ده. ده مش كويس. وانا قبل كده على فكره في البرنامج بتاع استضفت حتى الشيخ دكتور احمد كريمه، ومع ذلك الراجل كان زملكاوي وتمانين ان هو على الهواء ان الاهلي يطلع من كابوته. كان حينها كان الاهلي هو اللي في كابو، والزمالك كان هو اللي بيحفل على الاهلي يعني. فانا عايز اقول لهم يعني احد الفريقين ما يفرحش بفريق تاني، لان من غيره يعني انت النهارده مفيش زمالك، انت كاهلي هتفرح بايه؟ يعني مش فاهم. هتتنطط عليه، هتحفل على ايه؟ سر فرحتكم ان في زمالك. زي الزملكاويه مثلا لو مفيش اهلي، يعني الدوري هيبقى له طعم ازاي؟ يعني هتبقى فرحان بايه؟ فلازم نتمنى الخير للزمالك. الزمالك بيمر بكبوه حاليا، وللاسف الكبوه دي بفعل ناسه، ان فعل ناسه يعني من جواه، سواء لعيبه او مجلس اداره. وعلى كلام مجلس اداره، امبارح مرتضى منصور طلع يعني كويس والحمد لله على السلامه. وحاجه غريبه يعني، معلش، انت طلعت وفي اول دقيقه انا هطلع وهفضح مصر وهطلع وهقول مش عارف على ايه ومش انت يعني لسه في تطاول، لسه في عنف، في سب، في بتاع مش عارف يعني. ده مش هينفع الزمالك بشيء. انت يعني انت رئيس مجلس اداره الزمالك، لازم تتفرغ لهذا المنصب، تفرغ رئيس منصب لمنصب رئيس مجلس اداره الزمالك. فبالتالي لو تفرغت له بتنسى خالص النزاعات والخلافات والحاجات اللي موجوده معاك. تتفرغ للنادي. ما ينفعش النادي ده نهار بنهار بالشكل ده، وحضرتك قاعد هعمل وهطلع عين وام وبتاع، مش هينفع. يعني الزمالك بينهار، ولازم ولاده يقفوا جنبه. ومرتضى منصور كنت اتمنى انك تطلع بعد شويه دوت متغير شويه. انا فاهم يبقى موضوع صعب، يعني انا فاهم كطبيعه مرتضى منصور، انا عارفها ان هو هيطلع يقول لك ايه مثلا، لا هطلع مكسور، ان هيقول عليك اتكسرت فهيطلع كده. يا سيدي ماشي، ما تبقاش مكسور، بس مفيش داعي للكلام اللي بيستفز الناس من نوعيه امبارح. انا ده اسد والاسد طلع، مفيش داعي يا جماعه والله. ما في راجل التاني، معلش، محمود خطيب، ما هو بيعمل في صمت. ودايما زي ما قلنا قبل كده، الناس اللي بتتكلم كتير ما بتعملش، والناس اللي بتعمل ما بتتكلمش. فاعمل في صمت، يعني هدوءا شويه. الزمالك فعلا وجع محبيه، وجع معجبيه. امبارح ناس كتير كانت عكنانه في شهر رمضان، عكنانه بجد يعني. احنا فعلا كنا طلعنا صفر اليدين من كل حاجه، صفر طلعنا من الدوري، طلعنا من الكاس، حتى كاس رابطه واللي ما فيهوش الاهلي قلنا خلاص فرصه يعني. يعني كاس رابطه ما فيهوش الاهلي فرصه ناخده، لا ما خدناهوش يعني، خدنا على مش عايز اقول يعني. فأتمنى الزمالك يرجع تاني، أتمنى لعيبة الزمالك تحس بقيمة الزمالك وإلا تصرحوا فعلا. دي وجيعة كده حبيت أشارككم معايا فيها، وإن شاء الله كل يوم يبقى لنا مع بعض حتة صغيرة كده. وحتى ألتقي بكم، لكم أرق تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.